يا مساء السعادة عليكم. أكيد مفيش أحلى من أكلات أمهاتنا وأجدادنا، وعشان أكلتنا النهاردة بتفكرنا بزمان وليالي زمان، فحبيت أشارككم وصفتنا النهاردة العدس الأصفر أو الكشري الأسكندراني بطريقة جميلة جدا وسهلة. أنا عارفة إن كلكم زهقتوا من الطبيخ واللحمة، فحبيت أشارككم وصفتنا النهاردة. يلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول، وتعالوا نشوف هنعمل إيه على طول. في حلة حطيتها على النار وحطيت عليها شوية من الزيت ومعلقتين كده من السمنة علشان يدينا تست حلو للوصفة بتاعتنا. يسخنوا ننزل على طول ببصلاية متوسطة متقطعة كده مكعبات ونشوحها. انا عايزاها بس تدبل، مش عايزاها تاخد لون ولا تصفر خالص خالص. وبعد كده هنزل عليهم ب3 كوبايات من الرز المصري اللي غسلاه ومصفياه من المية، وعليهم 1.5 كوباية من العدس الأصفر غسلاه برضو ومصفياه من المية. أقلبهم كده مع بعض، وبعد كده هننزل بقى بالتوابل بتاعتنا اللي هتنكه الأكلة بتاعتنا وتديها طعم حلو جدا. هنظبط بقى الملح بتاعنا والفلفل الأسمر مكعب من المرق، وده اختياري تقدري تستغني عنه، وكمان كام ورقة كده من اللورة و3 فصوص من الحبهان، ونشوحهم. وقبل ما ننسى ننزل بنص معلقة صغيرة من الكركم، وعايزة اقول لكم ان هيبقى طعمه تحفة جدا. نقلب كده ونشوح الرز بتاعنا لحد لما يسخن، وننزل بقى عليه بالمية السخنة المغلية بتاعتنا. ودي قلتها لكم في كل فيديوهاتنا ان لازم نسخن الرز وننزل عليه بمية سخنة عشان يطلع الرز بتاعنا مفلفل وحلو. نضيف بقى كده قرن من الفلفل الحامي، وده برضو اختياري تقدري تستغني عنه، بس احنا اكلتنا كده حرشة وجميلة فحبينا نطعمها ونديها طعم حلو. نغطيه ونسيبه يستوي على النار، وبعد كده نعمل بقى الصلصة بتاعتنا. كام فص كده من التوم في معلقتين كبار من السمنة، ننزل عليهم بمعلقة كبيرة كده من هريسة الشطة، يتشوحوا مع بعض. ننزل بفنجان من الخل، وبعد كده ننزل بشفشق من الطماطم المعصورة. التوابل بتاعتنا بسيطة خالص، ملح وفلفل ومعلقة صغيرة كده ممسوحة من الكمون. مفيش أبسط ولا أسهل من كده، بس هتاكلوا شوية صلصة طعمهم حكاية. ونقلبهم كده ونسيبهم بقى يستووا على النار. في المرحلة دي احنا كنا سلقنا بيض، سلق بيض عادي خالص كلنا عارفينه، وبعد ما اتسلق قشرناه وجبنا طاسة حطينا فيها معلقتين من السمنة أو الزبدة، ونبتدي كده بقى ايه ندحرجه في السمنة، اللي هو ايه نشوحه أو نحمره. بصوا بقى الرز بتاعنا بعد ما استوى، شايفين الشكل مفلفل وجميل، اللهم بارك. تعالوا بقى نقدمه كده بطريقة كده شيك وحلوة عشان تخطف الأنظار. نظبط الرز بتاعنا ونحط قرن الفلفل الأحمر الجميل، وابتدي كده ارص البيض حوالين منه، وكل واحد وذوقه تقدميه على حسب ما انت عايزه. وانا كنت برضه حمرت كده بصلايه بالطريقه المعتاده بتاعتنا اللي بتاعت الكشري العادي، واحطه كده عليه. والبصل ده برضه اختياري تقدري تضيفي او تحطي اللي تحبيه، بس عايزه اقولك جربي الطريقه دي هتعجبك جدا جدا. اكله بسيطه وسهله من غير لحوم ولا طبيخ، وبجد هتعجبك ومفيش احلى من كده. وكليها وادعيلي وافتكري بقى كده ايام امهاتنا وزمان. وما تنسوش لايك وشير للفيديو، واسيبكم في رعاية الله.